رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة ومعاكم جهاد جريشة. هنبدأ على طول. آخر مباراة معانا في التحليل النهاردة مباراة الأهلي واتحاد جدة، المباراة الكبيرة اللي حصلت امبارح. أولا بنبارك للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في كأس العالم للأندية، وزي ما بنبارك للأهلي برضه بنبارك للزمالك اللي ماشي بصورة جيدة جدا في الكونفدرالية الأفريقية. وماشي برضه معانا مودرن فيوتشر بصورة كويسة جدا، ممثل مصر برضه في الكونفدرالية الأفريقية. وبيراميدز برضو بنتمنى له كل توفيق في دوري ابطال افريقيا. الدنيا الفرق المصريه ماشيه بتمثل مصر بصوره محترمه جدا الفتره دي. نتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه. امبارح المباراه قبل المباراه كان في كلام كتير عن ماتش الاهلي واتحاد جده، وكلام الجانب السعودي هو اللي خلى المباراه لها طعم ولون قبل المباراه. كل الناس كانت بتأكد في السعودية بالذات إن اتحاد جدة هيغلب الأهلي، اتحاد جدة هيعدي، اتحاد جدة هيوصل لنهائي كأس العالم للأندية. الكلام ده كله على فكرة بيصب في إن يخلي المباراة لها جانب تاني تحكيمي. حكم المباراة الحكم الفنزويلي امبارح، الراجل ده حكم من حكام النخبة في أمريكا الجنوبية، خيسوس فالنزويلا. شارك في كأس العالم 2018. كنت يعني انا عملته على المستوى الشخصي، كان موجود في كأس العالم 2018 كحكم احتياطي يعني بيلعب في الدور الاول، حكم رابع فقط يعني ما بيصفرش. استمر معانا في كأس العالم 2018 لنهاية الدور الاول وغادر بعد كده لفنزويلا. جاء بعد كده ظهر في كأس العالم 2022 كحكم ساحة ولعب ماتشين في كأس العالم اللي فات. بالنسبة له أول مرة يشارك في كأس العالم للأندية، بالنسبة له مهم جدا إن هو يظهر بصورة محترمه عشان يبقى مرشح لنهائي البطوله دي. عشان تلعب النهائي بتلعب ماتش، وممكن تاخد الماتش التاني هو الماتش بتاع النهائي. لو الفرقه من امريكا الجنوبيه، الفريق البرازيلي اللي موجود ما وصلش للنهائي، يبقى له فرصه ان هو يوصل النهائي. فكان مهم جدا عنده يعمل مباراه تحكيميه جيده، وده طبعا حكم له خبرات كبيره وموجود بصوره جيده ومرشح اكيد في كاس العالم 2026 اللي جاي. المباراة عموما زي ما قلت لكم خدت جانب تاني خالص بين الجمهور المصري والجمهور السعودي، والضغوط اللي حصلت دي كلها. على فكرة ده الحكم حتى لو هو من فنزويلا الكلام ده كله بيوصله، فطبعا بتبقى ضغوط على الحكم بداية قبل المباراة، وطبعا مباراة كبيرة وكل العالم بيتفرج عليها، وبالتالي كان بالنسبة له مباراة مهمة. هنبقى نتكلم على تحليل المباراة ونشوف الحكم عمل ايه في المباراة، ونرجع نتكلم عموما الحكم في المباراة تقييمه عامل ازاي، والاتحاد الدولي هيبصوا له ازاي بعد احداث مباراة الامس تحكيمية. في الدقيقة 20 كان في ركله جزاء للنادي الاهلي، الحكم ما احتسبش، كانت في لمسة يد واضحة. مهاجم الاهلي كان كهربا، كان قافل الرؤية على الحكم اللي ما شافش لمسة اليد لمدافع اتحاد جدة، الايد مكبرة الجسم خارج الجسم. حكم الفار المميز اللي كان موجود في ماتش امبارح استدعى الحكم وقال له تعالى انا عندي احتماليه ركله جزاء، تعالى شوف اللقطه. طلع شاف اللقطه ورجع بركله جزاء صحيحه تم احتسابها النادي الاهلي، بس اللي احتسبها هو حكم الفار، لان الحكم ما شافش ركله الجزاء في الملعب، ما شافش لمسه اليد، لكن الايد مكبره الجسم خارج الجسم. ده المعيار اللي دايما بنتكلم عليه في لمسات اليد، ومعيار احتساب لمسه اليد ركله جزاء، وكان معيار صحيح، وركله جزاء صحيحه تم احتسابها عن طريق حكم الفار. في الدقيقة 30 كان في تسلل صحيح على النادي الأهلي عند المساعد الأول، سمح باستمرار اللعب، وبعد كده رفع التسلل، وكان تسلل صحيح وتمركز صحيح من المساعد الأول. في الدقيقة 36 كان في إنذار مستحق على إمام عاشور. عمل إيه إمام؟ الدهس على القدم. لما تكون رجل المنافس على الأرض وتدهس عليها بالستادز وهي على الأرض، ده تهور واضح من إمام عاشور، وكان إنذار مستحق وقرار صحيح من حكم المباراة. في الدقيقة 44 برضو لقينا احتجاج من لاعبي اتحاد جدة، عايزين ركلة جزاء. اللقطة التحكيمية الحكم ما احتسبش في الملعب، برضو نفس اللي حصل في اللقطة الأولانية، ما احتسبش الحكم في اللقطة دي، نفس المعيار حصل. محمد عبد المنعم جزاء حكم ما احتسبهاش لاتحاد جدة. الإيد محمد عبد المنعم مكبر الجسم. في ناس اتكلمت على حاجتين اتنين في اللعبة دي. أول حاجة الاحتكاك اللي حصل مع لاعب اتحاد جدة، ده ما لا يرقى الخطأ، وبالتالي ده مش مبرر لفردة ايد محمد عبد المنعم بالمنظر ده. الحاجة التانية الناس قالت ان هو مش شاف الكورة، ما عادش ان هو شاف الكورة مش شاف الكورة، يعني ده ما عادش معيار. المعيار في لمسة اليد الايد هل هي داخل الجسم لا يعاقب عليها اللاعب، ولا هي مكبرة الجسم خارج الجسم وبالتالي يعاقب عليها اللاعب، ودي اللي كانت موجود في لقطة محمد عبد المنعم.
ركله جزاء، الفار استدعى الحكم واحتسب ركله جزاء صحيحه لاتحاد جده. في التنفيذ كان تنفيذ صحيح، وتصدي الشناوي اللي كانت موجوده جزء من احدى قدميه على خط المرمى بين القائمين والعارضه، لحظه تسديد من لاعب اتحاد جده بنزيما، والتصدي صحيح والتنفيذ صحيح، وبالتالي حكم الفار ما اتدخلش، وكان قرار صحيح من حكم الفار باستمرار اللعب بعد تصدي الشناوي للعبه. في الدقيقه 61 حسين الشحات لما احرز الهدف اللي احرزه النادي الاهلي احتفل وطلع على المدرجات واحتفل مع الجهاز الفني. كتر الاحتفال بالمنظر ده الصعود على المدرجات واحتفال مع الجمهور ده يعتبر سلوك غير رياضي، وبالتالي الحكم اداله انذار، وكان انذار مستحق على حسين الشحات. في الدقيقه 67 كان في انذار مستحق على لاعب اتحاد جده للتهور مع امام عاشور اللي دخل معاه تدخل بتهور لاعب اتحاد جده، وكان انذار مستحق من حكم المباراه. في الدقيقه 69 كان في تهور واضح من كهربا، وقابله الحكم بركله حره مباشره وانذار، وكان انذار مستحق على كهربا لاعب النادي الاهلي. في الدقيقه 82 كان في مطالبه لاعبي اتحاد جده بركله جزاء بداعي لمسه يد. كان في لمسه يد موجوده على مروان عطيه في الدقيقه 82، لكن الفرق بقى بينها وبين الركلتين الجزاء اللي تم احتسابهم ان الايد داخل الجسم مش مكبره الجسم. لمسه اليد حصلت، ولكن ايد مروان عطيه كانت موجوده داخل في محيط جسمه مش مكبره جسمه، وبالتالي بنتكلم ان استمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراه، وكان مراجعه صحيحه من حكم الفار، وكان مفيش ركله جزاء لاتحاد جده في اللقطه دي. في الدقيقه 86 كان في تسلل صحيح على بيرسي تاو، قرار صحيح من المساعد الثاني، وكان قرار صحيح بالتسلل على بيرسي تاو. اللقطه اللي وقفنا عندها كتير واختلفنا كتير مع الحكم وحكم الفار فيها هي اللي كانت في الدقيقه 90 بتاع طرد موديست لاعب النادي الاهلي. الحكم خد القرار بالكارت الاحمر، هو حكم مشهور عنه اشهار الكروت الصفراء والحمراء بتسرع يعني. الحكم اعتبر ان كوع موديست تم استخدام موديست الكوع كسلاح في وجه لاعب اتحاد جده. الكوع اصطدم بالوجه، لكن يعني اصطدام اللي هو المسح على الوجه، ما كانش الكوع اللي هو استخدامه كسلاح بقوه مفرطه اللي يعاقب عليه بكارت احمر. طب هو السؤال اللي الناس سالته ليه حكم الفار ما اتدخلش وجاب الحكم ولغى الكارت الاحمر وخلى اللاعب ياخد انذار؟ لان دي فعلا اللقطه تستاهل انذار، بس للتهور اقصى درجات التهور من موديست. في بطولات الفيفا التعليمات بتبقى واضحه، احترام كامل لبروتوكول الفار. بروتوكول الفار بيقول لحكم الفار ما تتدخلش الا اذا كان في خطا واضح للحكم. يعني ركله الجزاء اللي ما تمش احتسابها للنادي الاهلي ده خطا واضح، وبالتالي حكم الفار تدخل. ركله الجزاء اللي تم احتسابها لاتحاد جده هو ده خطا واضح، وبالتالي حكم الفار تدخل. لكن في لقطه موديست هو لو الحكم ادى انذار حكم الفار مش هيتدخل ويقول له تعالى ده في عندي كارت احمر دي لموديست. لو الحكم ادى كارت احمر مش هيقول له تعالى غير الكارت الاحمر الاصفر، لان اللقطه فيها وعليها، وبالتالي ده مش خطا واضح للحكم، وبالتالي حكم الفار لا يمكن يتدخل في لقطه زي دي. هو سبورت الحكم، لو ادى انذار هيمشي معاه، لو ادى كارت احمر هيمشي معاه بسبورت ليه، لان ده مش خطا واضح ممكن حكم الفار يتدخل مع الحكم. البروتوكول الفار في بطولات الفيفا يحترم احترام غير طبيعي، مفيش حد بيشتغل بمزاجه، كله بيشتغل تبع البروتوكول، وبالتالي بروتوكول الفار بيقول في اللقطه ديت ان مفيش خطا واضح للحكم وما تدخلش. لكن اللقطه التحكيميه بمنتهى الامانه هي اقصى درجات التهور. لو حطينا اللقطه دي في اختبار فيديو تيست للحكام هيبقى الاجابه بتاعتها اقصى درجات التهور، تهور واضح وانذار كارت اصفر مش كارت احمر. دي بالنسبه للقطه دي كل حاجه النهارده في مباراه اتحاد جده والاهلي، او الاهلي واتحاد جده. الحكم حكم كبير وحكم مميز، لكن عنده لقطتين تحكيميتين كان المفروض ياخدهم في الملعب، ركلتين جزاء سهلين كان المفروض ياخدهم في الملعب ما يخرجش حكم الفار، ده بيقلله من تقديره. لكن في الاخر خرجنا من المباراه انتهت 3-1 للنادي الاهلي، مفيش خطأ تحكيمي اثر على نتيجه المباراه، وده المهم في المباراه دي، ان مفيش خطأ تحكيمي مؤثر على نتيجه المباراه. مبروك للنادي الاهلي، وبالتوفيق دايما للفرق المصريه في قادم المواعيد. فاصل صغير ونرجع نتكلم ونكمل حلقتنا مع بعض.